أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد في السراء وفي الضراء، لك الحمد ونحن عبيدك نرضى بقضائك ونستعذبه في سبيلك. أيها الإخوة الأحبة، هذا مقام الشهادة والشهداء، ونعم المقام ونعم أهله وفرسانه. وهنيئا لأخينا الحبيب القائد الدكتور أبو أسامة على هذا المقام باستشهاد رابع أبنائه وأحفاده وإخوانه ومن آل الحي الكرام. هذا المقام العظيم، والله هنيئا لك. نعلم حجم الألم كما قلت، فقدان فلذات الأكباد ليس سهلا، هذا الفقد المتلاحق ليس سهلا، الجبال لا تصبر عليه، لكن القلوب المؤمنة العامرة بحب الله تصبر عليه. والأخ أبو أسامة أرانا صبرا عظيما وصبرا جميلا، وكذلك أختنا العزيزة أم أسامة. فهنيئا لك هذا المقام، وأعانك الله وألهمك الصبر وأنار قلبك وعقلك وجعل البركة فيك وفي ذريتك وعقبك. الأخ أبو أسامة منذ عرفته في أواسط التسعينيات في الأردن، حيث كان يدرس الدكتوراه وكان مسؤولا عن شباب غزة من الطلاب، وعرفته وعرفت عائلته، وهذا عزام وهمام وحمزة وعز الدين، هؤلاء التوأم الثلاثة ولدوا في صويلح، وبعد سجن 3 سنوات الله عوضه. وكنا دائما نقولها كيف بركة المجاهدين، 3 سنوات الله أعطاه مقابلهم توأم من 3 أبناء، الحمد لله مجاهدون وأبطال، حفظ الله من تبقى منهم وجعلهم ذخرا لأبيهم وأمهم وعائلتهم. فمنذ أن عرفت الأخ أبو أسامة عرفت صبره ودينه وخلقه، وكذلك عرفت أهل بيته وله ويعلم الله. وبعيدا عن كل ما يعتقد الناس في السوشيال ميديا، والله لأبي أسامة مقام في قلبي كبير، وأعلم مقامي عنده، وأسأل الله أن يزيد محبتنا، وأسأل الله أن يختم لنا بالشهادة. فهذه أعظم مقام تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قالت أم نضال فرحات: كيف لا أتمنى الشهادة لأبنائي وهي الأمنية التي تمناها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه. فنسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يرزقنا الشهادة في سبيله بأحسن خاتمة. وهذه غزة العظيمة تقدم كل يوم ملحمة، وهي تأبى إلا أن تكون في الطليعة، ولكن هذا لا يزيدنا إلا استشعارا للمسؤولية تجاه غزة. غزة أعطت كل ما عندها، غزة ضحت قبل الطوفان وضحت بأعظم ما عندها أثناء الطوفان، وقدمت للإنسانية وليس فقط للأمة ولحماس ولأبناء الحركة الإسلامية، قدمت لها هذه الأسطورة التي إن شاء الله تجعل طريق إسرائيل إلى زوال وطريق أعداء الأمة إلى زوال. وهذا لا شك يشعرنا بالمسؤولية الكبرى تجاه غزة ومشروع المقاومة، تجاه القدس والضفة وفلسطين والأسرى. نسأل الله أن يعيننا على تحمل المسؤولية، وأن يعين أهل فلسطين في الشتات أن يتحملوا مسؤولية إخوانهم وأبنائهم وأهلهم داخل فلسطين، وأن يعين الأمة أن تتحمل هذه المسؤولية. هذا واجبنا أيها الإخوة. وغزة إن شاء الله نقف معها ونعطي كل ما نملك من أجلها. وأما الشهداء فنترحم عليهم، ونسأل الله العافية للجرحى والحرية للأسرى، وأن يلطف بأهلنا في غزة وأهلنا في الضفة وفي فلسطين، وأن يكسر شوكة إسرائيل وشوكة أعداء الأمة، وأن يرفع مقام أهالي الشهداء. قواك الله أخ أبو أسامة، ورفع الله ذكرك في الدنيا والآخرة، ونحن إخوانك وأهلك نقف معك في السراء والضراء. عظم الله أجركم وهنيئا لكم هذا المقام العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.